الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والطيران إمام الدين أحمدي: نريد تحويل أفغانستان إلى معبد تجاري وقد بدأنا العمل العملي لذلك. تم إرجاع 29 ناقلة نفط منخفض الجودة إلى إيران من قبل وكالة المعايير الوطنية، وتريد الوكالة من التجار استيراد النفط عالي الجودة للبلاد. قال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ محمد خالد الحنفي في الندوة التي استمرت 6 أيام حول تربية شرطة الحدود: إن هذا النظام تحققت نتيجة تضحيات لا حصر لها، والآن حان الوقت ببذل أقصى الجهود لتعزيزه. يقول مسؤول بنك أفغانستان في تقريرهم السنوي إنه تم طباعة 3 مليارات و140 مليون و800 ألف ورقة نقدية في العام الماضي. بدأ العمل بمشروع قيمته 138 ألف دولار بمنطقة تشاك بمقاطعة ميدان وردك. وفقا للمسؤولين يتضمن هذا المشروع بناء الجدران الاستنادية والقنوات والجسور، وتستفيد منها 29 ألاف شخصا بشكل مباشر وغير مباشر. تم بناء جسر بطول 42 مترا بقيمة 5 ملايين أفغاني في منطقة غريشك بمقاطعة هلمان.